السلام عليكم شباب. عندنا هذه الفقاسة صناعة صينية، ولكن تحتوي على نظام اوتوماتيك وشاشة LED. هذه الشاشة تحتوي على المحرار، درجة الحرارة 39، ودرجة الرطوبة توصل 77 78، بس بالتدريج يعني اللي أنا تو مشغلها. وعدد التقليب هنا تحسب لك إياه، وعدد الأيام داي تحسب لك الأيام. وأيضا هنا الضبط، تضغط سيت وتضبطها زيد أو تنقص. هذا الإطفاء تشغيل. وهنا عندنا المصباح مال البيض، تراقب البيض. وعندنا هنا ريست تقليب البيض أيضا. وهنا إذا يطلع عندك الماء نقص، هنا يطلع عندك بالشاشة هنا الماء. وهنا أيضا إذا درجة الحرارة انخفضت هنا هم يطلع عندك. وهذه المروحة جاي تشتغل. وأيضا هسه نشوف الضوء مالتها، مراقبة البيض LED. أنا خال بيها بيض نوع من الطيور المحلية في العراق. هسه هذا الضوء مالتها، لاحظ. شوف تراقب البيض الجنين في الأيام الأخيرة، يعني تشوف الجنين ميت أو ما زال حي تقدر تلاحظه، والبيضة فاسدة تبين بالأيام الأخيرة أيضا. وهاي عندنا هنا تقليب البيض، إذا تريد تقلب البيض ريست. لاحظ شلون تقلب البيض. اوتوماتيك، شغلها كله اوتوماتيك، بس للأسف تشتغل على يعني السلبيات، تشتغل على الكهرباء، يعني مولد. طفي الضوء، يعني مولد أو الكهرباء الوطنية يعني. وإذا تريد تدير ماي إلها خلال هذه أداة خاصة إلها، هذه الأداة الخاصة إلها منها من الجانب، هيك من الجانب أكو ثقب ندير لها. وتراقب هنا الماي. هسه أنا عندي هنا درجة الرطوبة جاي تصعد، هاي درجة الرطوبة هسه 52، تصعد ل 72. تو كانت 45، هسه ظلت تصعد. وهذا كل ما عندنا. لا تنسون اللايك والاشتراك.